brain rot content. brain rot cycle. هذا برين روت. مخك عفن. تعفن الدماغ. اختارت دار نشر جامعة أكسفورد هذا المصطلح كلمة العام. برين روت أو تعفن الدماغ أخطر مرض نفسي في العالم اليوم، وهذا الشيء ماشي غير رأي. الإحصائيات كتقول أن تركيز الإنسان ولا أقل من 9 ثواني، واللي كتشوفوا دابا من إدمان والعزلة وقلق وعلاقات فاشلة كله بدا من نقطة واحدة، تعفن الدماغ. والسؤال دابا كيفاش بدا هذا الشيء وشنو ممكن يكون المصير ديالنا؟ خليك حتى الاخر باش تعرف الجواب. هاي فيديو اليوم مهم بزاف، خصوصا لأي واحد كيحس براسو تايه وما فاهمش اش واقع في دماغه وما حاملش الطريقة باش وقته كيضيع كل نهار. وهذا الشيء اللي غادي نحاول نفهمو ليك اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموا المحتوى باش نوصلوا هذه الرسالة لأكبر عدد ممكن. وإلا كنتي أول مرة كتشوفني فأنا كنشارك معكم محتوى كيمس حياتنا اليومية بطريقة مبسطة ولكن مبنية على مصادر علمية. خلينا نرجعوا للبداية. تعفن الدماغ أو البرين روت ماشي مرض رسمي، ولكن المصطلح ولا مشهور وسط الشباب في السوشيال ميديا، كتستعمل باش يوصف حالة عامة ديال التشتت وفقدان التركيز وضعف الذاكرة، بحال شي واحد كيعيش وسط سكرول وفيديوهات وإشعارات ومشتتات بلا هدف حقيقي وبلا ما يحس، كيتبدل دماغه شوية بشوية. وكاين دراسة كتأكد أن هذا الشيء ماشي غير إحساس ولكن واقع خطير. حسب هارفارد هالتي كاينة زيادة كبيرة في اضطرابات التركيز، والسبب الرئيسي الإدمان على التكنولوجيا الحديثة وخاصة الهواتف الذكية. يعني تخيل معايا كيفاش كيبدا نهارك، كتفيق كتفتح التليفون كتشوف إشعارات، كتمشي للريلز والستوريات والفيديوهات، وكل دقيقة كتمر كتبرمج دماغك على المكافأة السريعة وما كيبقى قادر لا يصبر لا يتحمس لأي حاجة طويلة. وفي دراسة في سيونس ديريكت أكدت أن الإدمان على السوشيال ميديا كيأثر على مناطق في المخ مسؤولة على اتخاذ القرار والتركيز وحتى الانتباه خصوصا عند المراهقين. وكاينة دراسة معروفة لمايكروسوفت كندا قالت أن التركيز ديال الإنسان ولا أقل من تركيز السمكة الذهبية، هي كتقدر تركز 9 ثواني وحنا وصلنا ل 8 ثواني فقط. وتريستان هاريس اللي كان مهندس سابق في جوجل شارك في فيلم وثائقي على نتفليكس وقال جملة خطيرة: خوارزميات ما مبرمجاش باش تعطيك المعلومة، مبرمجة باش تسرق انتباهك. وحتى أنه خرج في واحد البودكاست قال فيه You're not paying for the product, you are the product. But the thing that is the product is your predictable behavior. You're using the product in predictable ways. وكل دقيقة كتقضيها وسط التطبيقات كتشكل شخصيتك بلا ما تحس. وهنا الخطورة، الشخصية ديالك والقرارات ديالك وحتى العلاقات ديالك كتشكل بلا وعي. وكل مرة كتهرب من الواقع بسكرول جديد وكتكبت المشاعر ديالك بشي فيديو تافه كتحفر حفرة صغيرة في دماغك. وهذه هي البداية ديال تعفن الدماغ. والمصيبة تأثير هذا الإدمان ماشي فقط على التركيز ولكن حتى على الطاقة النفسية والصحة العقلية ديالك. صحيفة ذا جارديان قالت في واحد التقرير نسبة الاكتئاب وسط المراهقين تضاعفت، والسبب الرئيسي استهلاك الرقم المفرط والعزلة، فقدان الترابط الإنساني الحقيقي. ولكن واش ما كاين حتى شي حل؟ بالعكس كاين حلول، ولكن خاصك تكون واعي وتبغي دير التغيير. واش نقدر نرجعو نعيشو الحياة بعقل نقي؟ نقدروا. واشنو خصك تبدا به؟ أول حاجة اعترف بلي راه كاينة مشكلة، وثاني حاجة حدد وقت للتصفح وخذ يوم في الأسبوع بلا سوشيال ميديا، وبدل أول ساعة من نهارك بقراءة كتاب أو ترينينغ خفيف، ورجع الحوايج البسيطة بحال الهضرة مع الناس ولا المشي بسماعات، حيت الدماغ هو أغلى ما عندك. ما تخليش يتعفن قدام شاشة، وانت ماشي روبو. ورجعتك للحياة ممكن تبدا بدقيقة وعي. المهم هذا كان فيديو اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وخليو لي في التعليقات أول خطوة ناوي ديرها باش تحمي دماغك. See you guys, bye.